تخيل تكون قاعد في بيتك وفجأة يطرق بابك طفل صغير خايف جوعان جسمه هزيل وبيقول لك بصوت بيرتجف: أنا هربت بحتاج المساعدة. وما كنت تعرف إنه هاللحظة رح تكشف حقائق مظلمة للعالم كامل. أنا إيمان من قناة قصة، وقصة اليوم حتكون عن الجريمة اللي ارتكبتها صاحبة القناة العائلية الأكثر شهرة في يوتيوب 8 Passengers. روبي فرانك انولدت في 18 يناير عام 1982 في ولاية يوتا الأمريكية، وكانت أكبر إخوتها. كبرت في مجتمع ديني محافظ، وكانت جزء من كنيسة المورون. نشأت في مجتمع كان كل تركيزه على العائلة وقدسيتها والقيم التقليدية. روبي اتعرفت على زوجها كيفن فرانك أثناء الدراسة الجامعية في جامعة يوتا بمدينة لوغان الأمريكية. اتزوجوا في سنة 2000، وبعدها أنجبوا 6 أطفال: شاري، شاد، آبي، جولي، راسل، وإيف. روبي كانت بتدرس المحاسبة، لكنها قررت ما تكمل دراستها الجامعية وتتفرغ لعيلتها وتكون ربة منزل. أما كيفن زوجها فكان بيشتغل أستاذ مساعد واستشاري في الهندسة، وكانت حياتهم اليومية مليانة بالأنشطة العائلية والأوقات النوعية مع بعض. في سنة 2015 وكخطوة لكسر الروتين، قررت روبي تبدأ قناة يوتيوب توثق فيها حياتها، فعالياتهم، أوقاتهم، نصائح للتربية، الطبخ والرعاية المنزلية. محتوى القناة والروتين العائلي البسيط اللي كانت روبي تصوره جذب كتير من الناس وأثار اهتمامهم، خاصة ربات المنزل والأمهات. اسم القناة 8 Passengers، 8 ركاب، جاء من فكرة العائلة نفسها، لأنهم زوجين و6 أطفال، يعني كل واحد منهم بيمثل راكب في هاي الرحلة العائلية اليومية. القناة استمرت تكبر مع الوقت، ووصلت ذروتها في عام 2020 لما صار عندها حوالي 2.5 مليون مشترك، ووصلت مشاهداتها في ذروة نجاحها ل1 مليار مشاهدة. روبي كانت صارمة جداً مع أطفالها، ما كانت تعتمد على التساهل أو التدليل كوسائل للتربية، بل بالعكس كانت منضبطة، بتحب النظام، حازمة وغير متساهلة. وهالشي كان واضح جداً في الفيديوهات اللي كانت تنشرها على القناة. وعلى الرغم من ذلك إلا إنها قدرت تحافظ على صورة عائلتها المثالية أمام ملايين الناس لفترة طويلة، وكثير أمهات كانوا بينظروا لها كقدوة إلهم في مجال التربية. علاقة روبي مع أطفالها الصغار كانت أفضل شوي من الأولاد الأكبر سناً، لكن في سنة 2018 بدأت روبي تواجه صعوبات مع ابنها الكبير شاد بدأت تظهر عليه تصرفات المراهقين المعتادة: عناد، جدال، مشاكل في المدرسة، وطبيعي إنه ما كان يحب يظهر على الكاميرا كتير مثل إخوانه الأصغر منه. وبعام 2020 بدأ المتابعين يلاحظوا توتر العلاقة بينها وبين الأطفال، وكيف صارت حادة أكثر معهم، لدرجة مرة من المرات عاقبت ابنها الكبير، أخذت غرفة نومه وخلته ينام على الأرض، مش يوم أو يومين، لمدة 7 شهور كاملة. ومرة صارت تصرخ وتوبخ طفلتها اللي عمرها 3 سنين ليش ما صحت نفسها لتروح للحضانة. ومرة مدرسة بنتها رنوا عليها وخبروها إنه بنتها نسيت أكلها، فكان ردها بكل بساطة: بتمنى ما حدا يعطيها أكل لحتى تتعلم ما تنسى أكلها مرة تانية. We're gonna cut that out. You get down and you be quiet. This isn't your turn. Now sit. والمصيبة إنها كانت بتحكي كل هالمواقف للجمهور بشكل عادي جداً، لكن انتقادات الناس بلشت تزيد، وفي ناس كانت متعلقة بأطفالها وبتحبهم فعلاً لأنهم كانوا بيتابعوهم من سنين. فبلغوا CPS Child Protective Services، قطاع حكومي مسؤول عن حماية الأطفال، وبالفعل
الشرطة زاروا بيت روبي أكثر من مرة، لكنهم ما وجدوا أي شيء بيستدعي إنهم يسحبوا الأطفال منها. فللأسف الموضوع استمر. روبي حتى تحل مشكلة الانتقادات وترجع الأمور تحت سيطرتها لجأت لجودي هيلدبراند. جودي هي أخصائية علاج نفسي ومستشارة أسرية، درست أدب الإنجليزي في أريزونا، وتابعت دراستها في علم النفس في ولاية يوتا، وحصلت على ترخيص مهني كمستشارة في الصحة النفسية. إلا أنه رخصتها توقفت مؤقتاً بعد ما شاركت معلومات حساسة عن أحد مرضاها. هالشي دفع جودي إنها تشتغل كمدربة حياة لايف كوتش، وفي سنة 2007 أسست برنامج اسمه كونكشنس، وهو مشروع بيقدم دروس واستشارات في العلاقات الزوجية. اتقاطعت طرق جودي وروبي في سنة 2019 لما روبي احتاجت حد يساعدها بالتعامل مع مشاكل ابنها شاد. بالبداية جودي عرضت عليها برنامج كونكشنز، وكانت العلاقة بينهم مهنية بحتة. جودي قدمت لروبي نصائح عن أساليب العقاب والانضباط وجلسات دعم لتوجيه الأطفال، وكان كل إشي على أساس مساعدة تربوية فقط. مع الوقت صارت روبي تعتمد على جودي فكرياً ونفسياً، وتأثرت فلسفتها في التربية حتى صارت تبرر فترات العقاب الطويلة والقاسية. جودي أثرت بروبي بشكل كبير وغيرت تفكيرها كلياً، لدرجة إنه أقنعتها إنها تسكن معهم في البيت لفترة من الوقت لحتى تشرف هي بنفسها على الأطفال. وفي مصادر بتقول إنه جودي أقنعت روبي أيضاً إنه تطرد زوجها كيفن من البيت، وبالفعل هذا اللي صار. بصراحة مش عارفة كيف جودي أقنعت روبي بكل هالأفكار الغريبة هاي، وكيف كيفن وثق إنه يطلع من البيت ويترك أطفاله الستة عند جودي وروبي. هل هو ضعف في الشخصية أو ثقة عمياء فيهم؟ ما بعرف، لكن أنا شخصياً استفزني. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. المتابعين لاحظوا تغير في الفلوجات، أساليب التربية صارت مقلقة. بعض الأطفال خصوصاً شاد صار يتعرض للعزل لساعات طويلة، وأحياناً حرمان من بعض الوجبات أو الأنشطة اليومية، وكل هالشي كان يقدم كجزء من التربية الصارمة. وأساليب العقاب صارت أقسى من البداية بشكل واضح، والاعتماد النفسي الكامل على جودي جعل كل هالتصرفات تبدو لروبي ضرورية، رغم إنها أثرت على أطفالها بشكل كبير. جمهور روبي القديم كان يدافع عنها ويحاول يحمي صورتها، لكن يبدو إنه روبي تعبت أو ملت من تعليقات الناس والمتابعين. فالحل كان إنها وقفت فلوجاتها العائلية على قناة 8 Passengers، وبلشت بمحتوى جديد مختلف مع جودي. تحت اسم المحتوى الجديد، روبي وجودي فتحوا حساب إنستغرام مشترك باسم Moms of Truth. قدموا محتوى تربوي، أسلوب حياة مختلف، اعتمدوا فيه على ما أطلقوا عليه الصدق والعيش في الحقيقة. روبي وجودي كانوا يعتبروا أنفسهم قدوة في التعامل مع المشاكل الأسرية. في فيديوهاتهم ولايفاتهم قدموا نصائح كثيرة عن كيفية التعامل مع السلوكيات الخاطئة، حلول تربوية صارمة جداً على شكل إرشاد تربوي ودعم نفسي. المحتوى لاقى رواج كبير، خاصة عند الأهالي اللي كانوا يعانوا في تربية أولادهم، وكانوا بيحرصوا على متابعة كل نصيحة بيقدموها. رغم إنه محتوى روبي فرانك وجودي كان يقدم للجمهور على إنه نصائح تربوية قائمة على الصدق والانضباط وبناء القيم، إلا إنه الحقيقة خلف الكاميرات كانت مختلفة تماماً. في شهر أغسطس سنة 2023 ابن روبي الصغير راسل فرانك، وكان عمره حوالي 12 سنة، قدر يهرب من بيت جودي هيلدبراند. نركز، مش من بيت روبي، يعني مش من بيت أمه وأبوه. وجوده عند جودي كان بسبب إنه روبي اقتنعت إنه جودي أدرى منها في التربية، فبكل بساطة سلمت لجودي أطفالها الصغار راسل وإيف ليعيشوا معها لفترة ضمن ما اعتقدت إنه برنامج إصلاحي للسلوك. وهون أنا صفنت، يعني هل فعلياً جودي قدرت تعمل لروبي غسيل دماغ وغيرت أفكارها كلياً لدرجة إنها صارت مقتنعة إنه الأفضل لأطفالها بإنهم يعيشوا مع جودي؟ أو فعلياً هي لا تقل إجراماً عنها؟ احكوا لي رأيكم بالتعليقات، هل فكرتوا مثلي أو لا؟ بيت جودي
اللي كان موجود في راسل يقع في منطقة صحراوية شبه معزولة في ولاية يوتا اسمها إيفانس، منطقة بيوتها متباعدة وقريبة من الصحراء والجبال. وهذا بيفسر ليش الفيديو اللي رح نعرضه كمان شوي كان كأنه طفل تايه في الخلا وهو بيطلب النجدة. راسل وصل لبيت أحد الجيران بحالة صادمة، جسمه نحيف جداً، واضح عليه سوء التغذية، وكان حافي القدمين. حسب تقارير الشرطة، كاميرات المراقبة أظهرت الطفل وهو بيحاول أكثر من مرة يطلب المساعدة، ولما فتح له الجار وشاف حالته أعطاه أكل ومي فوراً لأنه كان بيعاني من جوع وعطش شديد. وبعدها اتصل الجار بالشرطة بدون تردد. وهي اللقطات الحقيقية للحظات الأولى لهروب راسل. Answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. Yes. Hi, I was just wondering if you could do 2 favors. Well, what are they? Taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. What's going on, son? Have a seat there. It's personal business. Have a seat. What's your name? How'd you get here? الشرطة نقلت الطفل للمستشفى، والتقارير الطبية أكدت وجود جروح، التهابات، آثار تقييد واضحة، وحالة إنهاك شديدة بسبب سوء التغذية. وبعد البلاغ مباشرة اتوجهت الشرطة لبيت جودي. Jody? I need you to step out. I have my turn. That's great. Step out of the house. No, I'm not going to step out of the Step out of house. the house. Step out of the house. وهناك اكتشفوا صدمة ثانية. أخت راسل الصغيرة إيفي فرانك، وكانت بعمر ما يقارب 10 سنوات، موجودة في البيت بحالة مشابهة من الإهمال وسوء التغذية، وكانت في مكان مظلم داخل المنزل. بعد ما وصلت الشرطة وبدأت التحقيق، بدأت الحقيقة المظلمة تكشف نفسها بشكل تدريجي. المستشفى أكدت للأجهزة الأمنية إنه الأطفال تعرضوا لسوء تغذية شديد وجروح وآثار تقييد على أطرافهم، وكل هذا ما كان نتيجة حدث عرضي، بل كان إساءة ممنهجة وطويلة الأمد. يعني هالأطفال كانوا يمروا بهاي الظروف البشعة لمدة أشهر أو يمكن سنين. التحقيقات الأولية ركزت على جمع الأدلة الطبية والشهادات من الأطباء والجيران، بالإضافة لتقارير كاميرات المراقبة. كل هالأدلة أظهرت صورة صادمة. الأطفال كانوا بيعيشوا في عزلة شبه كاملة تحت سيطرة جودي وروبي. تعرضوا لعقوبات صارمة بتشمل الحرمان من الطعام، التقييد بالحبال، منع الاحتياجات الأساسية للأطفال. مع كل هالتفاصيل والأدلة، صار واضح للجميع إنه ما كان مجرد محتوى تربوي أو نصائح عادية، كان في خطر حقيقي على حياة الأطفال خلف الكاميرات. والصورة المثالية اللي قدموها روبي وجودي للجمهور كانت مجرد واجهة بتخفي الواقع المرعب. بدأت الأجهزة الأمنية تجهيز الإجراءات القانونية لاعتقال جودي وروبي ومحاسبتهم على هالجرائم الخطيرة، وتحويل القصة من مجرد فضيحة يوتيوب إلى قضية جنائية فعلية أمام المحكمة. في جلسة من جلسات المحاكمة، روبي قالت إنها استوعبت حجم ما فعلته، ووصفت أفعالها بإنها أخطاء دفعتها لوهم مظلم، وحاولت تفسير ليش سلمت أطفالها لجودي وصدقت كل هالأفكار اللي فرضتها عليها. بالنهاية، روبي فرانك وجودي هيلدبرانت اعترفوا أمام المحكمة ب4 قضايا من أصل 6 تتعلق بالاعتداء المشدد على الأطفال. القاضي حكم عليهم ب4 فترات سجن منفصلة، كل فترة 15 سنة لكل تهمة. ويمكن حدا منكم يسأل وين الأب عن كل اللي بيصير؟ كيفن فرانك زوج روبي فكان موجود، لكنه كان رجل مشغول دائماً بحكم عمله كأستاذ واستشاري هندسي، فكان يغيب عن البيت بالأيام ويقعد فترات طويلة خارج الولاية، فما كان حاضر يومياً في تعامل الأطفال مع جودي وروبي. لكن
وجوده جزء من العائلة اللي سلمت أطفالها لجودي أثار نقاش واسع حول الموضوع. في المحكمة قدم فرانك أوراق قانونية وادعى إنه جودي كانت السبب في تأثير روبي وإقناعها بأساليب تربوية متطرفة. حضر جلسات الحكم وأكد دعمه لفرض عقوبات صارمة على روبي زوجته، وطلب العدالة لأطفاله والتعويض عن كل شيء تعرضوا له. وبرغم هيك بعض الناس وجهوا له أصابع الاتهام، يعني كيف قبل إنه زوجته تسلم أطفالها لمستشارتها التربوية؟ معقول كان مشغول للحد اللي بيخليه ما ينتبه على الظروف القاسية اللي كان بيعيش فيها أطفاله لسنين؟ لكن بتضلها مجرد انتقادات من العامة، فهو لم يتهم جنائياً وما توجهت له أي تهمة بالاعتداء على الأطفال. ابنة روبي الكبيرة شاري فرانك عاشت كل حياتها مع العيلة في البيت، وكانت شاهدة على كل تفاصيل الحياة اليومية داخل قناة 8 Passengers. طفولتها كانت صعبة ومتأثرة بالعقوبات الصارمة ونظام الأم الحازم، وكانت علاقتها بوالدتها معقدة بسبب أسلوب التربية القاسي. وبعد ما اعتقلت الشرطة أمها، رفعت شاري صورة على الإنستغرام أثناء لحظات الاعتقال وكتبت Finally، وأخيراً، ونشرت منشورات طلبت فيها من الناس مشاركة أي مقاطع مشكوك فيها من قناة أمها كجزء من محاولتها للفت الانتباه للواقع اللي عاشه أطفال العائلة. قررت شاري توثيق تجربتها بالكامل وكتبت كتاب The House of My Mother، وقدمت فيه تفاصيل صادمة عن حياتها داخل الأسرة، عن تأثير القسوة على نفسيتها، وكيف أثر تصوير العائلة على الإنترنت على الأطفال، وعن محاولتها لحماية إخوتها وإيجاد طريقها نحو الحرية والتحرر من تأثير الأم. اليوم بعد كل الأحداث الصادمة، روبي فرانك وجودي هيلدبراند موجودين خلف القضبان، والقنوات اللي كانوا يديروها أغلقت نهائياً من كل المنصات. الأطفال اللي عاشوا تحت سيطرة صارمة وعقوبات قاسية بيطلقوا حالياً الرعاية والحماية اللازمة، وبيحاولوا يبدأوا حياة جديدة بعيدة عن الكاميرات. لكن صورة العائلة المثالية اللي عرضوها الملايين على الإنترنت انهارت بشكل كامل. القصة خلت كل العالم يتساءل: كم عدد العوائل اللي حياتها اليومية على يوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخفي وراها صدمات وأسرار مظلمة؟ القصة انتهت على المستوى القضائي، لكن أثرها ظل محفور في كل من تابعها، وتذكير لكل أم أو أب أو متابع: مش كل شيء جميل على الشاشة هو فعلاً كذلك في الواقع. فهاي رسالة لنفسي وإلكم، وتذكير إلنا للأبد بإنه ما نغتر بالصور والفيديوهات والفلوجات المليانة سعادة وبهجة، لأنه الصورة شو ما كانت واضحة حتضل ناقصة. وهيك منكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبتكم القصة ففضلاً اضغطوا على زر الإعجاب. دمتم بخير.